شاطئ شماله، ودابا غاديين طالعين، باقي ما وصلناش للامطار ياك. جنا النيش. المهم في المغرب نمشي مع اللي كيشبهوا ليه، حيت هو قال ما غياخدوهاش، هي ما ياخدوهاش، هما ما تاخدهاش، ما تاخدوش. صراحة الطريق ديال الحسيمة كانت صعيبة شوية. بالنسبة لي أنا جاتني صعيبة، فيها الفيراجات، فيها طريق شوية قاصحة، يعني الإنسان خصو يكون متمكن في السياقة باش يمشي فيها. هاد الشيء اللي كتشوفوا دابا راه غير جزء بسيط، وباقي ما هو زعما صراحة أصعب. يعني خصك في واحد المقطع الطرقي راه ما كتمشيش ب40، راه خصك تمشي ب30. هذا من الاحسن الانسان يسافر بالنهار، ما يسافرش بالليل. قربنا على الجبهه اولا ما دخلنا للجبهه، ما بقيناش عارفين راسنا هذا ما كان. تبارك الله الجبال ما شاء الله تبارك الله. كتلقاه مثلا كيدوب الفخذ متصل، بزاف ديال الحوايج. اما هي صراحه تجربه زوينه زعما، يعني واخا غتسافر واحد التجربه زوينه، ولكن خاصك تكون متمكن من السياقه. يعني اللي غيمشي معكم يكون متمكن من السياقه. المناظر زوينين هذا، ولكن حنا سافرنا في واحد الحراره اللي كانت تبارك الله طامطنا. ايوا دابا كنا كنوقفوا كل وصلنا للجبهه صراحه عاد وقفنا، ومورا الجبهه كنا ما عقلتش فين وقفنا، كنظن وقيلا حتى وصلنا للحسيمه. اما هي صراحه زوينه زعما المناظر وكلشي داكشي الحسيمه، بحكم انك اول مره تجي ليها. انا بعدا ما قدرتش التصوير نصور اباغ التليفون كانت الميموار عامره، بغيت غير نابلودي واحد الفيديو صايبو نديرو في يوتيوب، يدي فشلت عليا، قوت دوك العلو، عرفتي وصلنا حتى لقمه الجبل وكتهبط عاود فيه شي حاجه تبارك الله الخيال العلمي. عرفتي كتجيك واحد الهيبه عمرني شفت داكشي حتى في لي فيديو. كتجيك واحد العظمه، واحد تبارك الله الهبه الله سبحان الله. داكشي شكل زعما الناس ديال الحسيمه اللي كيديروا هاد الطراجي هذا وعندهم عادي زعما تبارك الله عليكم، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. خاص يكون قلبك صحيح باش تقدر تشوف هاد الطريق وهاد الصراحه صعيب ما شاء الله تبارك الرحمن. خاصك تجيب شويه. هذه وقيله واحد القريه اللي اسمها بني جميل ولا بني جميل، شي حاجه بحال هكا، في النواحي ديال الحسيمه. تقريبا بقى لنا واحد ساعه دماغنا باش نوصلوا للحسيمه باذن الله.
4 دقائق. وديك النهار تقولي الطريق الساحليه هي اللي ساهله على الاخرى.